أصدقاء المتابعين لقناة كوبتك كوجي، أهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. هل بولس الرسول كذاب؟ هل فعلا في ناس اتهمته بالكذب؟ ولو كان كذب فعلا، ازاي بيتمجد ربنا من كذبه؟ والأغرب، ليه بولس نفسه بيقول الكلام ده في رومية 3؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ بحسب رسالة رومية الإصحاح 3 عدد 7. تعالوا مع بعض نفهم واحدة من أكتر الآيات المحيرة واللي ناس كتير بتستخدمها ضد الإيمان، لكن الحقيقة هتكتشفوا إنها آية عبقرية في الرد على التفكير المقلوب أو التفكير المعكوس. لكن قبل ما أبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة. وهنتظر جدا تشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو. في البداية خلينا أوضح لكم أهمية رسالة رومية وسياق الآية. رسالة بولس الرسول لأهل رومية بتعتبر واحدة من أهم وأعمق الرسائل في الكتاب المقدس، وبتشكل أساس لاهوتي للإيمان المسيحي. الرسول بولس كتب الرسالة دي علشان يشرح فيها خطة ربنا للخلاص، وإزاي الإنسان ممكن يتبرر، يعني يصبح بار ومقبول أمام الله بالإيمان بيسوع المسيح، مش عن طريق أعمال الناموس أو الشريعة. فالرسالة دي بتوضح بجلاء إن كل البشر سواء كانوا يهود ملتزمين بالناموس أو غير يهود، كلهم بدون استثناء محتاجين للخلاص ده، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، بحسب رسالة رومية 3:23. أهمية رسالة رومية بتكمن في إنها بتوضح مفهوم بر الله، وإن الخلاص ده نعمة مجانية من ربنا لكل اللي بيؤمنوا بيه. هي بتوضح إن الإنسان بطبيعته الساقطة مش قادر يوصل للبر ده لوحده مهما حاول، وده اللي بيخلي نعمة ربنا وفداء المسيح ضروريين وأساسيين لكل البشر. الآية اللي بنتكلم عنها جاية في سياق الإصحاح 3، وهو جزء أساسي من حجة بولس الرسول عن إن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. في الإصحاح ده بولس بيبدأ يناقش فضل اليهود على الأمم، وبيوضح إنهم استؤمنوا على أقوال الله اللي هي الناموس والنبوات، لكن ده ما منعش إن كتير منهم ما كانوش أمناء. الجزء الثاني اللي لازم نفهمه إن الآية كسؤال استنكاري في حوار جدلي. الآية دي مش كلام بولس الرسول نفسه اللي بيعبر بيه عن رأيه أو إيمانه الشخصي، دي جزء من حوار جدلي بولس بيطرحه في الرسالة، كأنه بيتكلم مع واحد يهودي معترض بشكل افتراضي. فبولس بيحط الاعتراض ده على لسان المعترض علشان يرد عليه ويثبت وجهة نظره اللاهوتية الصحيحة. يعني تخيلوا انك بتتكلم مع شخص والشخص ده ارتكب خطأ، وانت مش عايز توضح له انه ارتكب خطأ، فبتديله مثلا مثال، تقول له ولنفترض واحد عمل كذا كذا كذا، فالصح ان هو يعمل كذا كذا كذا، وده اسلوب بنتبعه دايما في حياتنا. ففهم سياق رسالة رومية ككل، وخاصة الإصحاح 3، بيوضح ان الآية دي مش مجرد جملة منفصلة، لكنها نقطة محورية في حجة بولس الرسول اللاهوتية عن فساد البشرية وحاجتها للخلاص ببر الله بالإيمان. فالفهم المترابط للنص بيكشف إن بولس ما كانش بيشجع على الكذب أو الشر، بل كان بيرد على منطق فاسد بيحاول تبرير الخطية، وده بيمثل أساس قوي لدحض أي سوء فهم أو شبهة حول الآية دي. فسياق الحوار بيبدأ من أول الإصحاح 3. فبولس بيبدأ بسؤال وبيقول كده: إيه فضل اليهودي؟ فبيرد: كتير، أهمها إنهم استؤمنوا على أقوال الله، وده في الإصحاح 3 الآيات من 1-2. بعدين بيطرح سؤال المعترض: طب لو ناس منهم ما أمنوش، هل ده يبطل أمانة الله؟ فبيرد بحزم كده وبيقول: حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. وده كمالة الآيات من 3-4. وبعدها بيجي سؤال تاني من المعترض، وده اللي فيه آيتنا موضوع النقاش. فبيقول كده: ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله، فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ بيكمل وبيقول: أتكلم بحسب الإنسان. فبيرد: حاشا، فكيف يدين الله العالم إذ ذاك؟ وبيكمل: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ اللي هي تكملة الآيات من 5-7. التسلسل الحواري ده ضروري لفهم إن الآية 7 هي جزء من اعتراض وليس تأكيد من الرسول بولس. بولس هنا مش بيعبر عن رأيه، لكنه بينقل كلام اعتراضي من ناس كانت بتشكك في رسالته، وبيسأل على لسانهم بطريقة استنكارية علشان يوضح إن منطقهم فاسد. فالفكرة اللي كانوا بيقولوها ببساطة هي
لو كدبي خلى صدق ربنا ومجده يظهروا أكتر يبقى أنا عملت خير. طب ليه أتحاسب على كده؟ فبولس بيرد عليهم من غير ما يجاوب بطريقة مباشرة، لكن عن طريقة طرح السؤال بتوضح رفضه التام للفكر ده، لأنه بمنتهى البساطة الغلط بيفضل غلط حتى لو ربنا أخرج من الغلط ده خير. علشان نوصل المعنى ده أكتر تعالوا نبص على شوية مواقف من الحياة اليومية اللي بتوضح المنطق الفاسد اللي بيرفضه بولس في الآية دي. مثال الأول، طالب بيغش. طالب زور ورق امتحان ونجح بالغش، ولما اكتشفوه حصلت أزمة، فالإدارة قررت تزود الرقابة وتحسن النظام. فالطالب ده قال كده في نفسه أنا كده ساعدت في تطوير التعليم. إيه رأيكم في المنطق ده؟ أكيد غلط. التعليم اتحسن رغم غلط الطالب مش بسببه، فهنا مفيش حاجة تبرر الغش. المثال التاني، طفل كسر حاجة. لو طفل كسر فازة غالية وراح جري على أهله واعترف لهم إن هو عمل كده، فأهله فرحوا إن ابنهم عنده فضيلة الصدق، فالطفل قال كده في نفسه كويس إني كسرتها علشان أظهرت لأهلي إن أنا ولد صادق. أكيد غلط. الصدق حاجة جميلة بس ده مش مبرر للغلط. الصح إنه ما يغلطش من البداية والغلط بيفضل غلط. والمثال الثالث، حرامي اتقبض عليه. هنفترض إن واحد سرق، ولما اتقبض عليه الناس شافت اللي حصل معاه فخافت واتعظت وبطلت تسرق، فالحرامي قال كده أنا خليت الناس تتوب يبقى أنا كده عملت خير. أكيد برضو غلط، لأن الخير اللي حصل ده نتيجة عدل الله مش تبرير لجريمة اللص. المثال الرابع والأخير، دكتور غلط في العلاج. هنفترض إن الدكتور أخطأ في علاج مريض، لكن ربنا اتدخل وشفاه بمعجزة، فيروح الدكتور كده يقول أنا كنت السبب في إن المعجزة دي تحصل، لو ما غلطتش ما كانتش المعجزة دي حصلت. أكيد برضو التفكير ده غلط، لأن ربنا رحم المريض رغم غلطك، لكن ده مش معناه إنك عملت حاجة صح. فالخلاصة هنا في موضوع الآية إن بولس بيؤكد إن الشر ما ينفعش يبرر مهما كانت نتيجته. ربنا قادر يخرج من المواقف الصعبة خير، لكن ده لا يمحي خطية الإنسان. لو قلنا إن الغلط صح علشان نتيجته كانت مفيدة يبقى احنا كده بنشجع على الخطية، وده ضد طبيعة الله وعدله. الغلط لا يمكن إنه يتحول لصح علشان ربنا استخدمه، ومن الأساس ربنا مش محتاج خطيتنا أو غلطنا علشان يتمجد. طيب هل الموضوع أساسا يتوقف فقط عند الكذب ولا ليه معنى أبعد من كده؟ علشان نفهم الآية دي صح لازم نرجع لأصل الكلمات في اللغة اليونانية اللي اتكتب بيها العهد الجديد ونشوف معناها الدقيق. وبطبيعة الحال أحيانا لما بننقل نص أصلي من لغة للغة تانية النصوص دي ممكن تفقد جزء من المعنى الأصلي أو يتسبب في سوء فهم ليها، وده اللي حصل مع الآية دي. لما نرجع لكلمة صدق الله اللي هي في اللغة اليونانية أليثية، الكلمة دي لما بتتقال على ربنا معناها الحق المطلق والأمانة العظيمة اللي هي فوق قدرة البشر. ربنا هو الحق في ذاته، وجوده وعمله وقدرته كلها حق مطلق. هو الصادق الوحيد اللي عمره ما بيتغير ولا بيكذب أبدا، وهو أمين في كل وعوده وأحكامه. على سبيل المثال ربنا صادق في وعوده بالخلاص، صادق في صفاته القدوسية، وصادق كمان في حكمه العادل على الخطية. أما لو الكلمة دي اتقالت على إنسان معناها بيكون محدود جدا، يعني بتوصف شخص أمين ومتميز مش خاين ولا كذاب ولا غشاش. لكن عمر ما صدق الإنسان هيكون زي صدق ربنا المطلق، لأن الإنسان بطبيعته خاطئ وعرضة للخطأ والنقص. أما الكلمة التانية هي كلمة كذبي، وفي اللغة اليونانية بسيزما. الكلمة دي في اليوناني معناها كذب وبهتان، لكن في سياق الآية دي معناها أعمق بكتير من مجرد قول غير الحقيقة. هي بتشير لخيانة الإنسان لربنا عن طريق ارتكاب الخطية وكسر العهد اللي بينه وبين ربنا. فكل خطية فيها نوع من الكذب أو الانحراف عن الحق. الإنسان اتخلق علشان يعيش لربنا وحسب الحق، فلما بيعيش لنفسه وبيعمل إرادته هو مش إرادة ربنا بيكون ترك الحق وأصبح كذاب. أي انحراف عن الحق هو كذب وضلال، لأنها بتناقض طبيعة الإنسان اللي اتخلق على صورة الله ومثاله في الحق. الإنسان لما بيخطئ حتى لو خطية صغيرة بيكون كسر العهد اللي بينه وبين ربنا. علشان كده كل البشر بدون استثناء خطاة، وكل البشر كاذبون بالمعنى ده، لأنهم كاسرين العهد مع ربنا اللي هو الحق المطلق. الوحيد اللي عمره ما أخطأ ولا بيخطئ هو ربنا يسوع المسيح. فالتفسير اللغوي لكلمة كذبي جاية بالمعنى كسر العهد أو انحراف عن الحق الإلهي. فده بيوضح إن الآية ما بتتكلمش عن كذب عادي زي الكذب في الكلام مثلا،
بل عن الحالة الجوهرية للإنسان الخاطئ اللي بيعيش بعيد عن إرادة الله. وفهم الكلمة بالمعنى الأعمق ده بيجعل السؤال الاستنكاري في الآية أقوى بكتير، لأنه بيسلط الضوء على التناقض الجوهري في محاولة تبرير الخطية الأساسية للإنسان بحجة إنها بتظهر مجد الله. والفهم الدقيق للكلمة دي بيمثل نقطة محورية في تفكيك الشبهة الموجهة للآية. آخر كلمة هي كلمة أدانو، اللي في أصلها اليوناني كرينو، معناها أحاكم أو أعاقب أو يحكم علي. يعني ليه أستحق الدينونة والعقاب كخاطئ لو كان كذبي ده سبب في مجد ربنا؟ ده سؤال استنكاري بيعبر عن محاولة تبرير الخطية والهروب من مسؤوليتها. طيب ليه بولس الرسول أساسا هنا رفض المنطق ده لتبرير الخطية؟ هنلاقي كده إن الرسول بولس كان بيستخدم أسلوب حواري علشان يوصل فكرة معينة ويهدم منطق خاطئ. هو بيحط سؤال ممكن يجي في ذهن أي حد بيسمعه أو بيقرأ كلامه، خصوصا من اليهود اللي كانوا بيفتخروا بالناموس والختان وبيعتبروا أنفسهم أفضل من الأمم. الأسلوب ده بولس استخدمه كتير في رسائله علشان يوضح نقطة أو يرد على اعتراض متوقع. زي في نفس الرسالة روميا الإصحاح 6 آية 19 بيقول كده: أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم. ده أسلوب استنكاري. أو في كورنثوس الأولى 9:8: لعلي أتكلم بهذا كإنسان. أو في رسالة غلاطيا: أيها الإخوة بحسب الإنسان أقول. ده بيأكد إن ده أسلوب كتابي بلاغي، مش اعتراف شخصي منه بإن الكذب يمكن أن يمجد الله. المغزى من السؤال اللي بيطرحه المعترض هنا هو محاولة تبرير الخطية. المعترض الافتراضي ده بيحاول يوصل لمنطق فاسد بيستغل فيه حقيقة إن ربنا بيقدر يخرج خير من الشر. فالمنطق ده كده بيقول لو خطيتي اللي هي كذبي بمعنى عدم أمانتي أو انحراف عن الحق بتظهر صدق ربنا ومجده بطريقة التباين، يعني بتبين قد ايه ربنا عظيم في نعمته حتى قدام خطايا البشر، او ان ربنا بيقدر يخرج خير من شر، فهنا يبقى ليه ربنا يحاسبني كخاطئ؟ المفروض اكون مش انسان خاطي وكمان اكافئ على اظهار مجد ربنا. فالرسول بولس بيرفض المنطق ده تماما وبشدة. صحيح ان ربنا بقدرته وحكمته بيقدر يخرج خير من الشر، لكن ده مش معناه ان الشر في حد ذاته كويس او ان الانسان مش مسؤول عن خطيته. ربنا بيتمجد حتى في دينونته للخطية وفي إظهار عدله. فالمعترض هنا بيخلط بين ان الخطية بتظهر بر الله عن طريق التباين او انها بتخلي نعمة ربنا تزداد حيث كثرت الخطية، وبين ان الخطية سبب في مجد الله. فالشر لا يمكن ابدا يكون علة للخير، ولا يمكن انه يكون وسيلة مقبولة لإظهار مجد الله. فبولس الرسول بيأكد رفضه للمنطق ده تماما في الآية اللي بعدها مباشرة. لما نرجع لروميا 3:8 بيقول: أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة. الرد ده حاسم وبيوضح ان المنطق المطروح في الآية 7 مش كلام بولس، بل هو اتهام باطل كان بيتوجه ليه وللمسيحيين الأوائل بأنهم بيشجعوا على الشر بحجة ان الخير هيجي منه. فبولس بيرفض الاتهام ده بشدة وبيقول ان اللي بيقولوا كده دينونتهم عادلة، لأنهم بيشوهوا الحق وبيبرروا الشر. فالآية دي بتكشف عن مغالطة منطقية خطيرة، محاولة تبرير الخطية بالاستناد لقدرة الله على إخراج الخير منها. وده بيؤكد ان بولس الرسول كان بيواجه تحديات فكرية ولاهوتية معقدة في الوقت بتاعه او في عصره، وان رسالته كانت بتستهدف تصحيح مفاهيم خاطئة مش بس عن الناموس والختان، بل كمان عن طبيعة الخطية وعدل الله. وده بيبرز عمق الفكر اللاهوتي للقديس بولس الرسول وقدرته على دحض الحجج الفاسدة. وكمان بيؤكد ان الرسالة كانت موجهة لتثبيت الإيمان الصحيح في مواجهة التحديات الفكرية. وآخر حاجة هنيجي لآباء الكنيسة الأوائل فهموا الآية دي في سياقها الصحيح وأكدوا على عدل الله ومسؤولية الإنسان. لما نقرأ للقديس يوحنا ذهبي الفم هنلاقيه بيأكد إن بولس الرسول كان بيرد على افتراء موجه للمسيحيين، والافتراء ده كانوا بيقولوا لنعمل السيئات لكي تأتي الخيرات. فالقديس يوحنا ذهبي الفم وضح إن اللي بيعمل كده دينونته عادلة، لأن الله لا يمكن أن يبرر الشر. هو أكد على إن الله لا يوافق على فعل الشر أبدا حتى لو كان قادر على إخراج الخير منه. والموقف الحازم ده من الشر بيعكس جوهر التعليم المسيحي. ولما نقرأ عند القديس أغسطينوس بيقول كده: فهم كلمة كذب هنا بمعنى الفراغ أو النقص البشري، وصدق الله بمعنى الملء الإلهي. فالإنسان فارغ بطبيعته الخاطئة، والله هو الملء الكامل. الكذب هنا بيشير إلى حالة الإنسان البعيد عن الله التي تظهر كمال الله بالتباين، بمعنى أصح
الإنسان بطبيعته المخطئة لا يمكن أن يكون بارا بذاته، وهذا النقص البشري يبرز كمال بر الله. القديس جيروم رأى أن الإنسان بيعيش بالكذب ما دام يسلك بفكره وإمكانياته البشرية الذاتية، لكي يصير صادقا بالله عندما يلتقي به ويحمل سماته. وهنا بيربط الكذب بالاعتماد على الذات البشرية بعيدا عن الله. أما القديس كبريانوس شجع على عدم اليأس عند رؤية البعض بينحرفوا عن الإيمان، بل كمان يجب على خدام الله أن يتمسكوا بالحق حتى وإن سلك كثيرون بالكذب، مؤكدا على الثبات في الحق الإلهي. أخيرا القديس إكليماندوس السكندري أوضح أن الله يترك العقوبة لتحقيق العدالة، وأن الأثيم أو الخاطئ بيختار لنفسه السقوط تحت العقوبة بكامل حريته، فهو الملوم لا الله. وده بيشدد على حرية الإرادة البشرية والمسؤولية الكاملة عن الخطية. كل تفسيرات آباء الكنيسة الأوائل بتأكد أن الآية دي عمرها ما بتشجع على الشر أو الكذب، بل بالعكس هي جزء من حجة بولس الرسول اللي بتوضح عدل الله المطلق وفساد البشرية وحاجتها للخلاص ببر المسيح. فالخلاصة النهائية إن الآية فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ، هي سؤال استنكاري بيطرحه الرسول بولس على لسان معترض بشكل افتراضي، مش كلام بيعبر بيه عن رأيه أو إيمانه الشخصي. السؤال ده بيعكس محاولة فاسدة لتبرير الخطية بحجة إنها ممكن إنها تظهر مجد الله. فكلمة كذبي زي ما شرحنا مش معناها مجرد كذب قولي، لكنها بتشير لحالة الإنسان الخاطئة اللي بتكسر العهد مع ربنا وبتنحرف عن الحق الإلهي. ربنا عادل وقدوس ومستحيل نهائيا إنه يوافق على الشر أو يشجع عليه، والإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن خطاياه، حتى لو ربنا بقدرته بيقدر يخرج خير من الشر. والتعليم المسيحي زي ما بيوضحه الكتاب المقدس وآباء الكنيسة الأوائل بيرفض تماما أي تبرير للخطية، وبيأكد على عدل الله المطلق وضرورة التوبة والخلاص بالإيمان بيسوع المسيح. ففهم السياق الكامل للآية في رسالة روميا مع الرجوع للأصل اللغوي للكلمات وتفسيرات آباء الكنيسة بيساعد على تبديد أي شبهات، وبيقدم فهم عميق وموثوق للحق الإيماني. وفي النهاية عايز أقول إن اقتطاع آية من سياقها النصي ومحاولة تلبسها رداء بعكس الرداء اللي هي المفروض عليه مش بس محاولة للكذب، ولكن هي محاولة للتدليس، بل وأكتر من كده هي محاولة لتدنيس الضمير الإنساني داخل قلب الإنسان اللي ربنا وضعه فيه لينقص فيه داخله ليرجعه عن طريق الخطأ. فالإنسان الذي يملأ قلبه الحق الإلهي عندما يكتشف الخطأ يهرول مسرعا ويعتذر عن سوء الفهم والطريقة المعكوسة اللي كانت واصله له. أما الإنسان الذي لم يعد في قلبه مخافة الله وسهل جدا أن يكون عنده التدليس وتدنيس ضميره، فلا يسعني هنا إلا أن أقول له إنك بحاجة كبيرة جدا للصلاة، لأن هي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تغير قلبك وفكرك اللي اتملى بالتدليس والتدنيس. أتمنى يكون الموضوع أفادكم وقدم ليكم معلومات واضحة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة. انتظروني في موضوعات تانية كتير، واشكركم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.